الناس بقى اللي بتحب السقسقة كده جنب الشاي بحليب او جنب الشاي السادة تجمع هنا بسرعة. النهاردة هقدم ليكم وصفة بسيطة جدا وكلنا بنعشقها، وهي القراقيش. هحضرها لكم بطريقة سهلة جدا وكمان بسيطة. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي شيماء عبد العظيم. اتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم وتعملوا للفيديو لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بقى بينا علشان نشوف حضرناها ازاي. وانا هنا بقى معايا 2 كيلو من الدقيق. انا هنا الدقيق معايا نخلاه كويس. هضيف ليه 4 معالق كبار من السمسم، وهضيف معايا 4 معالق كبار من المكسرات المطحونة لو متوفرة عندك، وهضيف معايا 2 معلقة كبار من الخميرة الفورية، وهضيف معايا 2 معلقة كبار من السكر، وهضيف معايا 2 معلقة كبار من البيكنج باودر، ومعايا باكوين من الفانيليا، ورشة من الملح. وبعد كده بقى اقلب معايا المكونات الجافة مع بعضيها. وانا هنا بقى معايا 4 كوبايات من السمنة الدافية. انا هنا معايا البولة بتشيل معايا 2 كوبايتين اللي هو المج المعياري بتاع الشاي، وهضيف معايا نص كوباية من الزيت. الزيت بيدينا قرمشة حلوة جدا للقراقيش. خلاص كده. وبعد كده بقى ابدأ بقى معايا ببس الدقيق. بس الدقيق هو عبارة عن ان انا بدخل السمنة والزيت جوه الدقيق واقعد افرك فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما يبقى معايا زي حبيبات الرمل. خلاص كده. هحضر بقى معايا 4 معالق كبار من القشطة لو متوفرة عندك، هي بتدينا طعم حلو جدا للقراقيش. وللعجن هستخدم معايا حليب ويكون معايا دافي. هنزل الاول بكوبايتين من الحليب. انا هنا بقى معايا العجينة خدت 3 كوبايات الا ربع. ممكن تاخد معاكي 3 كوبايات، ممكن تاخد معاكي 2.5 كوبايات على حسب نوع الدقيق. هنزل بقى بيهم وبعد كده اعجن بقى زي ما انتوا شايفين. خلاص كده. انا هنا بقى خلاص عجنتها كويس جدا. لازم تخدميها في العجن عشان تديكي نتيجة كويسة. هختبرها بقى كده واخد حتة كده من العجينة وهشوف معايا هتكون طرية ومش بتشقق. خلاص كده. انا هنا كده خلاص اتأكدت ان العجينة معايا طرية ومش بتشقق. هغطيها علشان تختمر معايا. وطبعا لو احنا بنحضرها في فصل الصيف هتقعد معانا مش هتكمل نص ساعة، لو في فصل الشتاء على الاقل ساعتين. هنا بقى معايا العجوة ضايفة ليها سمنة وسمسم وفانيليا ومصبعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا خلاص اختمرت معايا وبقيت جاهزة. هاخد كده حتة من العجينة وافردها معايا على شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده بقى احددها معايا بالسكينة، والزيادات هاخدها معايا. وبعد كده بقى هضيف بقى معايا حتة كده من العجوة. انا العجوة هنا جاهزة معايا ومصبعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفها بقى معايا رول، وبعد كده بقى اقفل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وبعد كده بقى ايه اقطعها معايا بالحجم اللي انتوا شايفينه ده على حسب ما انت ما تحبي وتفضلي الحجم المناسب. خلاص كده. هحطهم بقى معايا في الصينية. وبعد كده بقى خلاص نشكل بقى معانا باقي الكمية بالشكل ده. ناخد كده حتة من العجينة ونفردها على شكل مستطيل ونساوي الطروف. وبعد كده نضيف بقى معانا العجوة ونلفها على شكل رول ونقفل الطروف بالشكل ده. وبعد كده بقى نقطعها معانا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده. انا هنا كده خلاص خلصت معايا باقي الكمية. هحضر بقى معايا لدهان الوش. معايا نص كوباية من الحليب. هضيف ليه معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. وبعد كده بقى افتح معايا بقى القراقيش بالشوكة بالشكل كده. وبعد كده ادهن بقى معايا الوش وهرش بقى رشة بسيطة من السمسم. خلاص كده. هحضر بقى معايا الفرن وتكون معانا مسخنة مسبقا على اعلى درجة حرارة. هدخل معانا على الرف الوسطاني، واول ما الارضية معانا بتاعت القراقيش تحمر هنشغل بقى معانا الشواية
علشان تدينا اللون الجميل ده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ تقدري بقى تقدميها جنب الشاي السادة او الشاي بحليب زي ما تحبي وتفضلي. شايفين الجمال؟ عايزة اقول لكم طعمها حلو جدا وريحتها كانت قلب البيت. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، وتعملوا للفيديو لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.